تعالوا النهاردة هنخزن الطماطم وهي سعرها حلو جدا في السوق. فاحنا عايزين بقى قبل ما تتجنن وسعرها يغلى نلحق نخزن لنا شوية حلوين. وخصوصا كل سنة وانتوا طيبين، فاضل شهر على رمضان. اللهم بلغنا رمضان جميعا يا رب في أحسن صحة وفي أحسن حال. الطماطم من أساسيات التفريزات سواء على دخول شهر رمضان أو طول السنة، يعني أغلبية الأكلات 90% هي الطماطم بتكون داخلة فيها. فعايزين نستغل الفرصة دي ونخزن حبة حلوين. النهاردة هعمل معاكم طريقتين لتخزين الطماطم. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة بتشوفيني أنا بنت هاشم، اعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل وصفة جديدة بننزلها على القناة. وكمان اعملي شير ولايك، لأن ده بيرفع الفيديو وبيخليه يتشاف أكتر ويوصل لعدد أكبر من المتابعين. يلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اول حاجة علشان اخزن الطماطم لازم انقي الطماطم تكون حلوة وماسكة نفسها. ما ينفعش اجيب ابدا طماطم تكون مستوية وتكون حمرة، يعني الطماطم بتاعتي حمرة جدا، بس للأسف الإضاءة ظالمة لون الطماطم ومخليها ممكن تشوفوها لونها فاتح شوية. لا، هي حمرة جدا وماسكة نفسها. وزي ما انتوا شايفين كده تبارك الله، الزرع في منتهى الجمال. وسعرها من 5 جنيه ل6 جنيه. قولولي واكتبولي في الكومنتات سعرها بكام عندكم. زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة ان احنا نغسلها كويس جدا جدا تحت المية الجارية، وبنشيل منها العنقود الاخضر. بعد كده بنحطها في مصفى علشان تصفي المية بتاعتها كويس جدا. اول طريقة معانا لتفريز الطماطم وهي سليمة كده، بعد ما صفت ميتها بحطها في اكياس واشيلها في الفريزر. الطريقة دي أنا بفضلها لأنك بتفرزي الطماطم بطريقة سهلة جدا ومن غير أي مجهود، لا صلصلنا ولا صفينا ولا أي حاجة. طب لما باجي أطلعها علشان أستخدمها بقدر أحدد الكمية اللي أنا عايزاها. ولما بتسيبيها، يعني هنسيبها في مية عادية أو مية مغلية لو مستعجلة عليها، 10 دقايق بالظبط بتفك وبتقدري تشيلي القشرة كده بإيديكي وبتضربيها مع معلقة سكر صغيرة كأنك لسه جايباها فريش. العيب الوحيد في الطريقة دي هي ان هي بتاخد مكان كبير، فانت لو ما عندكيش ديب فريزر للأسف الطريقة دي مش هتنفع معاكي. بس هي فعلا طريقة حلوة ومنجزة جدا في تفريز الطماطم. كمان بتبقى مسهلة عليكي جدا الكمية اللي انت عايزة تستخدميها من الطماطم، يعني هتاخدي مثلا 10 حبات 8 حبات على حسب الأكلة. وكمان لما بتطلعيها وتسيبيها تفك وتضربيها مع معلقة السكر، بصراحة بتبقى كأنها لسه جاية طازة فريش، ولا مجمدة ولا أي حاجة. يعني الطريقة دي حرفيا ما بتغيرش في طعم الطماطم خالص. ودي اول طريقة معانا لتخزين الطماطم. وطبعا لو خزناها وهي سليمة كده فلا غنى عن تفريز الطماطم وهي مصلصلة. ودي الطريقة التانية معانا، تعال نشوف هنعملها ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة، بعد ما غسلنا الطماطم كويس جدا تحت المية الجارية وشلنا العنقود الاخضر، قسمتها 4 تربع، قطعت كل طماطمية 4 تربع عشان برضو لو في اي حاجة في الطماطم من جوه نشوفها ونشيلها. بعد كده هنحطها في حلة وهضيف معاها بنجراية واحدة بس، هتعزز معايا اللون وكمان طعمها مش هيبان خالص في الطماطم. هنرفع الطماطم على نار عالية لحد ما تنزل المية بتاعتها، مش هنحط اي مية خالص. وبعد كده هنهدي النار على الطماطم ونسيبها بقى تتصلصل براحتها. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الملح، وده يعتبر المادة الحافظة للطماطم، وكمان معلقة كبيرة من السكر علشان يقلل نسبة الحموضة بتاعة الطماطم. هسيب بقى الطماطم بتاعتي خالص لحد ما تتسبك. يعني خلاص المية بتاعتها نزلت النص زي ما انتوا شايفين كده، قلت معايا. احنا مش عايزين الطماطم بتاعتنا تبقى مليانة مية، عايزينها في المرحلة دي وهي بتستوي تنزل المية بتاعتها خالص. اغطي عليها بقى وهسيبها على نار هادية تتصلصل براحتها. زي ما انتوا شايفين كده بقى، بصوا الطماطم بتاعتي وصلت لنص الحلة. بعد كده هنضرب الطماطم بتاعتنا. طبعا لو هتضربيها في الخلاط لازم الطماطم تبرد تماما علشان ما شفشق الخلاط بتاعك ما يبصي.
ولو هتضربيها بالهاند بلندر فمش فارقة، تقدري تضربيها وهي سخنة كده. فانا الحمد لله رب العالمين عندي هاند بلندر، هنضربها كده بالهاند بلندر وننعمها كويس جدا جدا. حتى البنجر هتلاقيه استوى مع الطماطم فهيتضرب بسهولة، وكمان زي ما قلتلك بيعزز لون الطماطم، وكمان البنجر مليان قيمة غذائية. هنضربها كويس قوي وننعمها كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى المرحلة الجاية هنبدأ نصفي الطماطم بتاعتنا من القشر في مصفى بقى، اهم حاجة تكون ضيقة كده علشان قشر الطماطم ما ينزلش منها. وهنبدأ نصفي كمية الطماطم بتاعتنا. القشر طبعا بيكون مش حلو خالص في الطماطم، بيتعب المعدة وبيتعب القولون. عايزة اقول لكم ان في ناس ما بتحبش تصفي الطماطم، بس بصراحة مش هتبقى حلوة خالص، انا بفضل اصفيها. لاني هتشوفوا دلوقتي كمية القشر والبذور لو ما صفتيش الطماطم وعملتي المرحلة دي. شايفين المنظر؟ يعني مش عايزة اقول لكم كل ده فعلا بيبقى تعب للمعدة وتعب للقولون. فعلى ايه احنا نصفيها ونخليها زي الفل كده زي ما انتوا شايفين بقى، اللهم بارك. قوام الصلصة بتاعتي ولونها في منتهى الجمال، وزي ما قلت لكم والله الكاميرا فعلا الإضاءة ظلمة اللون الطماطم بتاعتي. المرحلة دي بقى احنا عندنا اختيارين، يا اما هنبدأ نعبيها بعد ما صفيناها ومش هنرفعها على النار، ده في حالة لو انا مش عايزة اعملها صلصة متماسكة كده وتقيلة. فهنبدأ زي ما انتوا شايفين كده، بدأت اعبيها في الاكياس على حسب طبعا كمية الطبخة بتاعتي. في اكياس هخليها مش مليانة، واكياس تانية تبقى مليانة شوية للمحشي، لكمية مكرونة مثلا كبيرة شوية، طبيخ كتير شوية. فهنخلي الاكياس كميات قليلة وكميات كتيرة. طب انا بقى لو عايزة اعملها صلصة تقيلة شوية، هرفعها تاني على النار واسبكها لحد ما اخد قوام الصلصة، يعني هاخد قوام تقيل كده. بس بصراحة انا ما بفضلش، انا بشوف ان ده المرحلة دي كويسة جدا، مش محتاجة ان انا ارفعها تاني واتقلها تاني، لان كده كده بامر الله لما نيجي نعمل مكرونة، نيجي نعمل طبيخ، بتحطيها وبتسيبيها يعني تتسبك شوية، مثلا غلوتين تلاتة. فمش محتاجة ان الصلصة يكون قوامها تقيل قوي. وبس كده، دي كانت طريقة تخزين الطماطم، عملناها مع بعض بطريقتين. واستنوا بقى ان شاء الله فيديوهات التفريز، هنفرز مع بعض البسلة والفاصوليا والقلقاس والجزر بطريقة صحية جدا هتعجبكم ان شاء الله، وسهلة وبسيطة. واللهم بلغنا رمضان جميعا في احسن صحة واحسن حال. ما تنسيش تعملوا لايك وشير لحبايبكم، واستنوني بقى في وصفات حلوة جاية كتير. مع السلامة.